الطريقة ديّة والحاجة ديّة ممكن تعمليها لكذا حاجة ما ممكن تعمليها، ممكن يعني لو أنتِ عايزة تعزمي حد ويكون الأكل مختلف شوية، أو لو أنتِ عايزة تعملي أكل كده وتوزّعيه، هتعمليه بالطريقة دي بيكون أحلى وأشيك، وبيكون طعمه حلو، خصوصًا في الشتا بالذات بيكون دافي كده. تعالوا كده هنشوف هنعمل إيه. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. معانا كده كمية من الكرنب أو واحدة أو 2 اللي أنتِ هتعمليه طبعًا، بس أنا عاملة أكتر من واحدة. باجيب كده الكرنب كده وانضفه واقطعه بالطريقة دي واشيل كل الأوراق اللي فيه. معايا حلة على النار ويا دوبك كده المَيّة تبدأ تغلي أو قبل ما تغلي بشوية، بانزل عليها بالكرنب بالطريقة دي من جهة الراس، وبابدأ أضيفها كده أسيبها لمدة دقيقة، طبعًا لإني هاسوي المحشي على طول أو هاحشي الكرنب على طول مش هافرّزه، فهابدأ إيه، هاسيبه يعني يستوي شوية. لو أنتِ مش هتحطيه في مَيّة ممكن إيه، بتطلّعيه نُص سِوَى وتسيبيه على أو في طبق يكمّل سِوَى في السخونية بتاعته. بعد كده أقلب الكرنب على الجهة التانية وبنفس الطريقة كده، وهنخلّص معانا بالطريقة دي. طبعًا ما دام الكرنب مستوي شايلة الراس حلو، بتبدئي تشيلي الورق كده لوحده وبيطلع لوحده معاكِ، واحدة واحدة كده بتسحبيها وتطلّعيها تحطيها مثلًا في طبق فيه مَيّة أو هتسيبيها على صينية أو في طبق وتسيبيها بس تسيبيه يكمّل سوا براحته لو أنتِ عايزة تسيبيه. بنخلّص كل الكمية بنفس الطريقة. سلقت الكرنب كده وحطيته على جنب. الحلة كده الكبيرة اللي إحنا طبعًا سالقين فيها الكرنب، صفينا منها المَيّة وغسلناها ونضفناها معانا كده، ونزلنا بمعلقتين سمنة كبار، ونزلنا بحوالي بصلتين قطعتهم قطع صغيّرة زي ما أنتم شايفين كده، وهابدأ أشوّح البصل معايا. أنا عايزة أدّي له لون. طبعًا دي مش كل كمية البصل اللي أنا هاضيفها على المحشي، أنا طبعًا في لسه هاعمل كمية تانية، بس دي طبعًا اللي هاشوّحها وهاحمّرها. ونزلت عليها بكمية بدراعين طماطم عملتهم كده وصفيتهم، لازم تصفيها بس عشان ما يكونش فيها يعني أي تفل من الطماطم، بتكون إيه، بتكون أحلى لمّا بتصفيه وتشيلي أي حاجة منه. نزلت كده بالطماطم ونزلت عليها بكمية من الملح، وهانزل عليها بحبّة من السكر، يعني حوالي معلقة صغيرة من السكر بس عشان الحموضة، وهاسيبه كده يستوي أو يتسبّك معانا على جنب، وهابدأ أجهّز معايا. بعد كده كمية البصل أنا قطّعتها ده طبعًا مقطّعة الكمية كلّها، وخدت منها اللي أنا خدته حمّرته والباقي هانزل عليه طبعًا الفلفل الأسمر والكمون والسبع بهارات، ونزلت بملح وممكن عايزة تضيفي حبّة من الشطة، ممكن أي نوع توابل عايزة تضيفيها ممكن تضيفيها. وهابدأ كده أقلّب البهارات والملح اللي أنا ضفتهم على البصل وأقلّبه تقليبة حلوة، أو ممكن تدعكيه بإيدِك دعكة حلوة كده لحد ما كل البهارات تتغلِّف في البصل ويكون إيه معاه البهارات كده معانا كده كمية من الفراخ، كمية يعني كبيرة، وهابدأ كده غسلتها ونضفتها وسِبتها تصفّي مَيّتها، وصينية كبيرة كده وهانزل بالفراخ فيها، وبعد كده هانزل بكمية من البصل، وهانزل كمان بكمية من الطماطم. دي بتكون سهلة عليكِ وسريعة ما بتاخدش وقت، أو بتكون مريحاكِ شوية وخصوصًا لو أنتِ عايزة تعملي لوحدك مش معاكِ حد تاني، فبتكون بالطريقة دي بتكون أحلى ويعني بيكون طعمها بجد تحفة. يعني ممكن تعمليها في عزومة أو اللي هتعمليها طبعًا بتوزعيها. وهنقلّبهم مع بعض كده وهنسيبها بس لمدة ربع ساعة، طبعًا بعد ما ضِفت عليها معلقتين من الزيت أو ممكن تضيفي معلقة من السمنة أو زبدة حسب اللي أنتِ عايزة تضيفيه عليها. نزلت عليها بس بنُص كوباية من المَيّة واسيبها كده ربع ساعة تتشرب من التتبيلة، وبعد كده هاولّع الفرن، يسخن معانا الفرن وهاسيبها لحد ما تستوي معانا. طبعًا كده كانت الطماطم اتسبّكت معانا ونزلت بكمية البصل الباقية اللي ضِفت عليها البهارات، وهابدأ كده إيه، أنزل عليهم بكمية من الخضرة. أنا معايا كمية من الخضرة طبعًا شبت وكزبرة وبقدونس، ما بتحبيش حاجة منها ممكن تستغني عن أي حاجة منها مثلًا الشبت أو الكزبرة أو البقدونس، بس أهم حاجة البقدونس بتضيفيها على المحشي. بعد كده ضِفت البصل والخضرة، بابدأ كده معايا كمية من الرز كده حلوة مصري، الرز المصري غسلته كده ونضّفته وصفيته من المَيّة، وهانزل عليه كده أنزل بالرز كده على التسبيكة اللي أنا سبّكتها. ممكن تشيلي معلقتين لو أنتِ عايزة تسوّي المحشي بالتسبيكة اللي أنتِ عاملاها، مش عايزة خلاص. بعد كده طفيت عنه النار ونزلت بالخضرة وهابدأ أقلّب كلّه كده على بعضه ويكون إيه جاهز معانا ونبدأ إيه نحشيه. طبعًا هياخد منِّك وقت ويكون لازم يكون معاكِ في المحشي بالذات ممكن، أو لو أنتِ لوحدِك طبعًا تعمليه قبلها بيوم وتحطيه في التلاجة إنِّك تسويه على طول. بعد كده ما خلّصت الكمية كلّها وحشيتها طبعًا في كذا حلة، هابدأ كده أول حلة هانزل عليها بالشوربة، كان عندي قبلها بيوم كده شوربة لحمة وحبيت أسويها بيها، ضِفت عليها معلقتين من التسبيكة
وهابدأ أنزل عليه بعيد المحشي. طبعًا العيد زي ما أنتِ شايفة كده أقل من الرصة الأخيرة. ضِفت عليها القعد كده حطيتها على البوتاجاز تستوي بعد ما بتغلي كده وبتبدأ تسوي تهدّي عليها النار خالص وتسيبيها لحد ما تستوي معاكِ وتكوني بنفس الطريقة. طبعًا نزّلت واحدة والتانية باسويها، يعني على طول بتشغّلي البوتاجاز ما بياخدش معاكِ وقت أو ممكن تحطيه بالحلتين كمان معاكِ. أنا طبعًا قطعتها ما دام قطعته معاكِ بالمعلقة كده أو الورق قطع معاكِ بالمعلقة بيكون كده مستوي معاكِ، وتكون معاكِ المحشيّة طبعًا يعني دايبة والرز كده بيكون مفلفل معاكِ مش معجّن. الفراخ طبعًا زي ما أنتِ شايفة كده، بجد لونها بس لوحده يعني يفتح النِفس، طعمها ما فيش أحلى من كده، حاجة سهلة وبسيطة مش هتاخد منِّك وقت ولا مجهود، يعني ممكن تعمليها وأنتِ مرتاحة كده مش هتاخد وقت. طبعًا شايفة الفراخ عاملة إزاي، بيضة وحلوة جدًا، طعمها والسِوَى طبعًا ما فيش أسهل من كده وأطرى من كده، يعني دايبة معاكِ، تتقطّع لوحدها. طبعًا طريقة الغرف ده هترجع ليكِ، ممكن يعني لو أنتِ عايزة تحطّي للبيت حبّة بتفضّيهم كده في طبق. ممكن بعد كده في أطباق من اللي هي بتشتريها جاهزة بتغطّيها وتحطّي كده المحشي معاها قطعة من الفراخ، بتكون يعني تغيير في ممكن طعمه يكون أحلى ويكون أشيك وأسهل. هو بقى ماشي هو بس باخد اللَف بالمحشي بس مش أكتر من كده. هتقدّميه كده بالهنا والشفا، بالهنا والشفا للي كَلُه، بالهنا والشفا للي شاف. بالهنا والشفا للي هيجرّبها ويقول لنا رأيه فيها إيه. هنقول لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتكتبوا لنا كده كومنت وتعليق منكم، وحاولوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب اسم يوميات نونا في المطبخ.